بسم الله الرحمن الرحيم. فتح مكة. فتح مكة. تمهيد لفتح مكة. حاصل كيش فتح مكة. ولما تم أمر الله في دينه وعباده زمانك تمام بو أمر خدا تيج بو ديني ويش بو عباده ويش بو عبدي، يعني إسلام بو حاكم. أراد أن يدخل رسوله والمسلمون مكة، فذا خواست بريبي ومسلمان هر مكة، ويطهر الكعبة، وكعبة تميز بكن من الأوثان شبوتا، فتكون مباركا وهدى للعالمين. بكعبة بشافة ببركات وهداية عالمين. ويعيد مكة إلى ما كانت عليه، وخاصة مكة وجرين قال درمويا بري وضعويا بري، فتكون مثابة للناس وأمنا. ببقى أوجي ببقى جي إنسان دشني وجي أمنيتي. ناخذ بني بكر وقريش الحلف. أفهد قبيلة بني بكر تدي قريشية اتفاق كربون، وطبي قريشي ورسول الله دارمان دا anlaşma هبو جواناك anlaşma شكاند. تمام خرقنا anlaşma. وقد هيأ الله لذلك أسبابا، طبي رب العالمين جبو فيها كي سبب حاضر كر، وساعدت عليها قريش وقريشي. وان سببا أو كر. أليكاريا وان سببا كر. كان قد تقرر في صلح الحديبية، جي قرتبوت صلح الحديبية ده أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعله. إيكو بخاطر داخل عقد الله شبار رسول الله ده سلشما ينفع الكه. ومن أحب أن يدخل في عقد أبي بكر عقد قريش وعهده فعله. إيه بخاطر كيف الله شما، الله شما أو قريشيا نوري، أو سلشما أو جبكه. ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وكانت الله شماوان يعني كانت أواوان وأحدهم كانت السودة شماوان. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله، خزاعي كانت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحده كان من سوزاوي. وكان بين بني بكر وبني خزاعة عداء متوارث. أنا ظن هذو قبل بني بكر وبني خزاعة عداء أبو عداء، بلكي عداء بعد الطاوين. دجمنت كيش جباب وكالات متوارث يعني كذب. وجاء إسلام هات فحجز بينهم. أرواندا بو برده وتشاغل الناس بشأنه. إنسان أصل بإسلام مشغول در جمال أبي أخي دنيا برداب وان حيث ما يفيخه. تمام. فلما كانت الهدنة وقت anlaşma سكونات شيء بتدي anlaşma حديبية شيء بيا. أراد بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة. بني بكر خواستن في فرصة بقر ليصيبوا من خزاعة الثأر القديم، جبوك خزاعية أو حيفا أخيا بري بكر. فبيت نفر من بني بكر خزاعة، يعني بشاف كانت بوسية جماعات بني بكر جبوا خزاعية، وهم على ماء لهم أو يشتر آفك أخبون. فأصابوا منهم رجال كزامي وكشتل وتناوشوا وآفيت نفت الميراء واقتتلوا شاركرين. وعانت قريش بني بكر بالسلاح. قريش يجي آلي بني بكر كل بالسلاح. وقاتل معهم أشراف من قريش هنجي مازين قريشي ورا شاركرين مستخفينه ليلا بشاب بتزي، حتى حازوا خزاعي إلى الحرم، حتى خزاعي خوافت الحرمي جبوك وان نكش. فلما انتهوا إليه وقت شون حرمي قالت بنو بكر بعض رجالهم، بنو بكر سلام يخرى قوتن إنا قد دخلنا الحرم. قلت كنت حرامي أرتق إلهك يعني إلهي يغم ترسل. ها؟ فقال لا إله اليوم حاشا. وطني له خذاتنا يا بني بكر يا بكر قبيلة أخرى بيجن يا بني بكر يا أصيبوا ثأركم حيفوق بالسنين، فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك. وفي فرصة جاء كرني نابي الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب مخصناش بيخبر. وخرج عامر بن سالم الخزاعي أبو عامر دركث، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، خطب صلاة مدينة، فوقف عليه البالي سكني وأنشد أبيات كشعراغه ينشده فيها الحلف الذي كان بينه وبين خزاعة. ينشده فيها يعني دوا شعرية بيجي أو أنلاشمات أراوي أرى خزاعياتا. وسأله النصر يردمي جيخواس والنجدة وجيردمه، ويخبره جيرغو بأن قريشا أخلفوه الموعد ولا صوزي خش كاندنا، ونقضوا ميثاقه المؤكد أو صوزاويا قوتلي شكان خراكرنا، وأنهم بيتوا وهم على ماء لهم وبشاف وبسوا آفيت نجوان أو يسر آفيك يخبون وقتلوهم وانكشت الركعة وسجد ركوع سجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيت يا عامر بن سالم، قلت هات ياردم يعني ضغط تماما.
المال تبكن محاولة قريش تجديد العهد إجا شابا قريشيا أو أخو نوبكن أو سوزلش ماخو صوزي خو نوبكن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا لناس إنسان حين بلغه الخبر وقت خبر جشتكي كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيد في المدة وصانك أبو سفيان وايتي تي جموع جبو عقد دها في أنلاش بدها بجدينة ومدة دها زيدك يعني تفصيل تخمين كلوه بني وهكذا كان وأي ورا يشيبو فرهبت قريش ما صنعت بقريش تشيب كن ترسيان إثار النبي على الآباء والأبناء ترجيحها بيغمبر تمام لسر بابا وسر زارو وقدم أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان هذا رسول الله المدينة ودخل على ابنته أم حبيبة أم حبيبة جنب بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام شو جنب خيزا أبو سفيان بو شو جميع زوج النبي بيركا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت شو جيك رسول الله رودني خاص لول روني توتوا عنه بيتشا وحبيبه بيتشا او دوشك رسول بيتشا فقال يا بنيتي ويا خزامن ما ادري النظام ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني قلت النظام ملايق به ندي بدوشك ندي ولايق من ندي ها قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم دوشك رسول الله وانت مشيك نجس مشيك نجسي ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقص تسجد وشكر رسول قال والله لقد أصابك يا بنيتي بعدي شر وبشتمي قلت خرابي حيلة أبي سفيان وإخفاقه حيلته يعني محير ما وكتهف تذهبوا نقاط الشيء وأتى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجم رسول الله فكلمه بين خبر ده فلم يرد عليه يعني رسول جواب بين ده ثم ذهب إلى أبي بكر شو أبو بكر فكلمه بين خبر ده أن يكلم له رسول الله جبوي برسول الله خبر ده جبوي برسول الله خبر ده فقال ما أنا بفعل حسن بقول عن كارمك وراود عمر وعليا وفاطمة على ذلك يعني خافت حضرت عمر علي فاطمة وكار بيجن فلم يجب أحد إلى ذلك جواب ندى وقالوا إن الأمر أجل منه قلت درم وقت زاني ننه وقت زاني ده مستره حتى احتار في أمري أو شيء محير ما نظام شبكة وشو ذاته التأهب لمكة حاضرش بمكة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد رسول أمر إنسان كل بوق حاضر بكن واستعان على أمره بالكتمان او ياردم سند درم أخو بأوي بفشارت بوني فشارت يعني هو براكس بين حسن ثم أعلم الناس أنه سائلنا مكة بشر جيتانا قوام مكي وأمرهم بالجد والتجهز قواتوا حاضر بكن وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ويا ربي جاسوس وخبرة جي قريشيا بقري حتى آندا مملكة إيوان هجوم بكن وخرج في رمضان يعني شعبه وخبرها بقري يعني وقت جاسوسي ماسوسي يعني عيون جاسوس ثالث بيش وخرج في رمضان رسول رمضان ذاك من المدينة ومع 10,000 برد حزار هبو وذلك على رأس 8 سنين أفجي 8 صال هجرته ومضى رسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل مرة الظهران لوريداني مرة الظهران وعم الله الأخبار عن قريش طبعا خدای تعالى قباتك الخبر قريش نجشتوها فهم على وجل والارتخاء أو بترسبون وبكلنتي ذا بنما نظام الرسول هاتينا العفو عمن ظلم عفو يغزل ميكنه ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله دريدا لقى يقرأ أبو سفيان يقرأ حارث يقرأ عبد المطلب فعارض عنه بريق جيفا قرد لما كان يلقاه منه من شدة الأذى والهجو جبوك وقت المدينة بكيبو جددي أو شدة أزيتي وهجو أو يتكر خبرا جردو فشك ذلك على علي طب جاء رسول الله بريق جيفا قرد أجبو أبو سفياني شوش علي راقو تمام فقال له إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه سيد علي يقول هرج بيشترى قال بيشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف هرج رابجة شيخ برا يوسف راقوتو وتون شيء تالله لقد آثرك الله علينا خديكم خداتا جمعت شيء تركر وإن كنا لخاطئين ما ينشكر نوري تجي هرج رابجة بيجة فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قول رسول الله كسي وطنيه ويخش أو يخش تربة ناخوسه ففعل ذلك وريكش بيشترشو فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم اجوك حزة يوسف قولوا ما إلو سلوتنا يغفر الله لكم وضو عفوك وأرحم الراحمين
أو أن مرحمة لي مرحمتاي. تمام. وحسن الإسلام بعد ذلك أبو سفيان بن حارث نبي يقوم ثاني قريشة أبو سفيان بن حرب النفير يوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وإسلام يخشك بو وما رفع راسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء. طيب السريع خو أخبار الصواب بالنك وقت بسلام وش بود عيب تكر شيء بري كلمه شوان عيب تكر خوينا نجي. أبو سفيان بن حرب بين يدي رسول الله قم ثاني قريشة أبو سفيان يكون حد بيش رسول الله بين دافد السلام بيشوي. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش رسول الله أمر عسكر كر صلى الله عليه وسلم فأوقدوا النيران أجر بيخزن. وخرج أبو سفيان بن حرب يتجسس في الأخبار. طب أبو سفيان كوري حرب جي يعني قمطان قريشية أو كتبوا خبر دقاريات خبر كاتشهية ويقول ما رأيت كالليلة نيران قد طول عسكر وكا إشابنا أجر دي كان عسكر كيفانا كينه. وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج من مكة أوج مكة كتبوا قبل ذلك بري بأهله تبو أهلي أخوه عيالي تو زارك أخوه مسلم مهاجرا اشتات كلبو ولحق بالعسكر أوج كشتوا عسكر. فعرف الصوت أبي سفيان. طيب وقت دنجي أبو سفيان هذا حزت عباس دنجي ناسكر وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. حزت عباس يقول في بيغمبره نوع إنسان هذا وصباح قريش وصباح قريش فأركبوا في عجل بغلتي. تمام. يعني جو وايز صباح قريش هاي شوية سريع وانا يعني شو صباح قريش وصباح قريش فأركبوا في عجل بغلته ويلدو شبارة سر قاطراق سواركر وخشي عليه أن يدركه أحد المسلمين تصيا وبيجي يكشف مسلمان فيقتل كشين كذا يضل مسلمانا. وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عباس ويعني برسول الله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله قال ويحك ويا أبا سفيان يعني بيجي ما لافا أبو سفيان ألم يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ما نات وقت ناتيه كنت زمان بيخشيني خداتنا ها. قال بأبي أنت وأبي ودي بابي قربانات ابن ما أحلمك تشخ حليمي وأكرمك تشخ كريمي جامري وأوصلك تشخ يعني برحمي بصلة رحمي. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره والله لقد ظننت أن لو كان مظنت كده أجل خدا خيني خدا هبنا لقد أغنى عني شيء بعد علم كنا شو علم كنا. قال ويحك يا أبا سفيان وألم يعني لك أن تعلم أن رسول الله ووقت ناطية كنت زامي في خبري وخذ قدامه. قال بأبي أنت وأمي وتساقوا باو ديم قربانات ابن ما أحلمك تشخاص حليمي تعجب منها وما أكرمك يعني كريمي جامري ووصلك تشب صلاة الرحمي. أما هذه أذياء والله فإن في النفس منها حتى الآن شيء حتى أنا جيت دلين في نبر حتى عجيب أصبش. قال عباس ويحك في أبو عباسكو مالا وأسلم اسمان وشهد شهادتي بأن لا إله إلا الله مش خيني خداتنا أن محمد رسول الله محمد في خبيري عليه الصلاة والسلام قبل أن تضرب عنقك بديك استيتا بيخستن. فأسلم مسلمان بو وشهد شهادة الحق وشهادة قانوني. مفهوم؟ بس خوينا أدنيا بيلن بس عفو عام وأمن بسيط. هي دريجة بيهم ما بنتبدأ بيلن يوم خوينا ويجبكم بس عفو عام وأمن بسيط. عفوك عام وأمنتك الحد. ووسع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمن والعفو. رسول الله فليه شكر أمنيته ده وضعفوه ده حتى أصبح أهل مكة لا يهلك منهم إلا من زهد في السلامة وكره الحياة. حتى أهل مكة يعني ند بن جوان أنجا هيك مثلا نخستانه سالم بمينه زاهد بناتي ده نخستانه وش حياتي عاش منه أو خبطانه كشتر يوصل رسول الله عفوك عام شكر. فقال مثلا من دخل دار ابي سفيان فهو امن إيه كما خاني ابو سفيان امنيتي داي ومن اغلق بابه فهو امن إيه كما مال اخذ درني امنيتي داي داري يخسر خب بجنيه. ومن دخل المسجد فهو امن إيه كما جامي او كعبه امنه. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه رسول عسكري منع كر عن ان يستخدم السلاح. السلاح كله مش لكن عندما يدخلون مكة وقت المكي على أي إنسان ستو إنسان إلا من اعترضهم وقاوم أنجا إيه كيف بيشوان وإكبار مقاومة تبكي أو خارج. وأمر بأن يعف الجيش من أموال أهل مكة وممتلكاتهم. وأمر كيقول أهل مال أهل مكة وملكوان عفيف بن يعني خجي بكر وأن يكفوا أيديهم عنها قدس خجي بكر. أبو سفيان أمام موكب الفتى من سكن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.